عطني إذنك. أنا أثمن وأقدر جهود سعادة وزيرة الصحة. أتمنى منها أن تاخذ إجازة كم يوم وتروح تايلند وتتمشى في وسط العيادات والمستشفيات التايلندية بصفتها مواطنة قطرية سائحة وما هي بمسؤولة حكومية، وأبغيها تجلس مع المرضى القطريين هناك وتسألهم وتحاورهم وتتقصى أسباب جيتهم، وليش العلاج في تايلاند تحديدا، ليش ما يتعالجون عندنا في الدوحة رغم أننا نمتلك أرقى وأحدث الأجهزة والناس تحسدنا عليها، ورغم ذلك المرضى يتكبدون عناء المال والسفر ويقطعون المسافات الطويلة. يا ترى شو اللي ناقصنا؟ شو اللي يبحثون عنه هناك؟ إذا سألت المريض هناك شو اللي جايبك، فبيرد مباشرة أنا جاي أحصل على رعاية صحية متميزة. وإذا سألت الثاني بيقول لك أنا جاي عشان أقابل الاستشاري اللي أبغيه وفي الوقت اللي أبغيه. وبيقول لك آخر اللي جايبني المواعيد الطويلة اللي تاخذ لها أشهر وأحيانا سنوات، رغم أن تايلاند فيها أكثر من 70 مليون نسمة وإحنا ما نتعدى 3 ملايين. وبيقول لك رابع على الأقل ما نحتاج واسطة للعلاج ولا نحتاج إلى مكالمة من أحد حتى نشوف الطبيب. وبيقول لك الخامس التشخيص عندهم دقيق والمتابعة دائمة والأخطاء الطبية نادرة. هذه الأسباب وغيرها تخلي هالقطر يتعالجون في بانكوك. يا ترى هل عندك إجابة كافية ووافية؟ يا ترى وين الخلل؟